الو. الو. ساره مرات مجدي معايا؟ اتفضلي. انا هبه زميلته في الشغل. اهلا وسهلا. مجدي كويس؟ لا خير، احنا بس كنا قاعدين مع بعض بعد الشغل بنتكلم في شويه حاجات يعني كانت مضايقاه وكده، وتقريبا هو مشي ونسي المفاتيح بتاعته، وانا عماله اكلمه وما بيردش، فمعلش انتي ممكن تقولي له بس ان المفاتيح بتاعته مع هبه. ماشي اوكي هبلغه. ميرسي قوي يا ساره. صباح الخير يا مجدي، مفاتيحك نسيتها امبارح بعد الشغل. صباح النور، بس دي مش مفاتيحي. ايه ده، هي مش بتاعتك؟ طب انا هخلي السكيورتي يسال بتاعت مين. صحيح، هو انا ممكن اكون عملت لك مشكله تاني امبارح مع ساره؟ انا كنت فاكره ان دي المفاتيح بتاعتك وانت ممكن تكون بتدور عليها. بجد ام سوري يا مجدي. لا طبعا مفيش مشكله، ساره كده كده انسانه متفهمه، بس انا افضل ان التواصل يكون عن طريق انا. معلش المره الجايه خد بالي. انا امبارح خلصت كل الشغل اللي انت علمتهولي وعملته تحفه وما خدش مني اي وقت. بصراحه انبهرت بذكائك في الشغل. بس انت عارف بقى ان في نظريه بتقول ان الناس الاذكياء والناجحه جدا في شغلها ما بيبقوش كده في حياتهم الشخصيه. بصراحه انا مش بامن بالنظريات، انا مقتنعه ان كل واحد ليه قصته المختلفه. غير كده انا الحمد لله كويس وسعيد. عموما مش هضغط عليك تتكلم، بس اي وقت، بمعنى اي وقت تحس ان انت محتاج تتكلم انا مكتبه اهو مش بعيد. وعلى فكره انا طلبت لينا فطار وهنفطروا مع بعض، بس خد بالك النهارده هنفطروا مع بعض في المكتب، المره الجايه احنا لازم نروح نجرب المطعم ده بنفسنا ومفيش اعذار. ان شاء الله. مجدي انت ذوق محترم قوي، ربنا يديمك نعمه في حياتي وفي حياه كل اللي بيحبوك يعني. الحمد لله على السلامه يا مجدي. في واحده زميلتك كلمتني اسمها هبه، قالت لي ان انت نسيت مفاتيحك معاها عشان كنتوا قاعدين مع بعض بعد الشغل. لا انا مفاتيحي معايا، امال انا فتحت باب الشقه وانا داخل ازاي؟ ما اعرفش انت اتعصبت ليه، انا بقولك اللي هي قالتهولي عشان كده جيت اسالك. انا مش متعصب، انا برد على سؤالك. ايوه يا مجدي، بس انا لما كلمتك قلت لي انا عندي شغل متاخر فهضطر اقعد بعد الشغل، ما قلتليش ان انا قاعد مع هبه. ايوه، ما هي هبه دي كمان على فكره شغل، دي مش واحده انا عارفها في الشارع، فيا ريت دماغك ما تخليكيش تفكري في 100 حاجه. لا انا ما فكرتش في 100 حاجه ولا حاجه، انا كنت قاعده لقيت هبه كلمتني فجيت اسالك، خصوصا ان انا مستغربه هي جابت رقمي منين. لا ما اعرفش جابت رقمك منين، واعتقد ان انا جاوبت على سؤالك. مجدي هو في حاجه؟ مالك اسلوبك متغير معايا ليه؟ حتى طول اليوم انا بكلمك حاساك متعصب او بتهرب من المكالمات او مش عايز ترد. كلمني لو في حاجه مضايقاك مني. شفتي اديك اهو ابتديتي تشكي في كل واي حاجه، ده اللي انا بتكلم عليه. طيب انا هقوم احط لك الغدا. تمام. خدي مفاتيحك يا بنتي، خلاص ما بقاش ليها لازمه، عملت بيها اللي انا عايزاه. مفاتيحي نفعتك صح، ما تنكريش. بس بصي بصراحه اشهد لك، انا عمري في حياتي ما شفت حد بيحط حاجه في باله ويمشي وراها لحد ما يوصل لها زيك. شايفه يا بنتي لازم نتعلم منها. انا كل اللي اقدر اقوله لك ان الدنيا بتلف وتدور، فخدي بالك. يا بنتي سيبيها براحتها، انت اعملي اللي دماغك مريحاكي فيه وهي تعمل اللي هي عايزاه، كل واحد حر. انا قلتها لك واقولها لك تاني، اللي انت بتعمليه ده انا مش موافقه عليه، ويا ريت ما حدش ياخد رايي في الموضوع ده بعد كده. سيبك منها، المهم قولي لي ناويه على ايه بعد كده؟ انا متحمسه جدا. ناويه على ايه دي بقى؟ لما مرات مجدي تفتح شنطته هتعرف. الشنطه؟ لا بقولك ايه، انتي تحكي لي اول باول، ما تحمسنيش وتسيبيني كده.